السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي الأمل لتعليم صناعة المنظفات. واحنا النهاردة هنعمل لكم 60 لتر عجينة تجارية بسعر رخيص. في أصحاب المحلات يقدروا يعملوها في محلاتهم، هتنباع بحوالي 2 جنيه، تكلفة حوالي جنيه جنيه وربع، بطريقة سهلة جدا جدا جدا. في البداية معانا 60 لتر، طبعا برميل 60 لتر هنملى 3/4 مية. بعد كده هنبدأ نحط معانا نص كيلو ملح طعام عادي جدا. والملح هنا فوائده انه هيدينا لزوجه شويه عشان خاطر المواد تربط مع بعضها كويس. طبعا نحط الملح على طول، نص كيلو ملح، وهنبدا نقلبه كويس جدا. يا جماعه اسهل حاجه والله العجينه. طبعا بعد ما قلبنا الملح كويس هنجيب اللون الابيض معانا، اللون الابيض اكسيد التيتانيوم. هنضيف هنا 40 جرام في شويه ميه، هبدا اضيفهم واقلبهم كويس جدا. واللون الابيض ده طبعا اختياري، لو مش عايز تحط لون ابيض ما تحطش. كده معانا 40 جرام، هنبدا نقلبهم كويس جدا. طبعا بعد ما حطينا ال 40 جرام كمل معايا. بعد ما حطينا ال 40 جرام اكسيد التيتانيوم هنبدا معانا نقلب. اهم حاجه اكسيد التيتانيوم كويس جدا يا جماعه. بعد ما حطينا اكسيد التيتانيوم معانا هنا 5 كيلو سيليكات، هنضيف ال 5 كيلو سيليكات. وهنقلبهم كويس جدا. بعد كده معانا كيلو وربع حمض السلفونيك شفاف، كيلو وربع حمض السلفونيك. هنفضيهم ونقلبهم كويس جدا. بعد كده هنبدأ نقيس البي اتش معانا. انا محضر ورق بي اتش صغير كده قدامي اهوت، هبدأ احطه واشوف المحلول بتاعي. المحلول بتاعي حوالي 12 او 13، فيبدأ انزله بالفاصل. انا معبي الفاصل معايا في كوز، هبدأ اضيف سنة واقلب. وارجع اقيس البي اتش تاني. طبعا يا جماعه عاوز ينزل كمان سنه بسيطه، ابدا اضيف سنه كمان وابدا اقلب. وارجع اقيس البي اتش تاني. كده يا جماعه هو عايز سنه بسيطه جدا. طبعا دلوقتي هنكمل الميه بتاعتنا قبل ما نمسك العجينه في الاخر. طبعا هنرجع نقيس البي اتش تاني. كده يا جماعه بي اتش 7. خلاص كده نصبر عليها، هتمسك لوحدها دلوقتي ان شاء الله. اهم حاجه نقلبها تقليبه كويسه جدا كده، ونسيبها ما نعملش فيها اي حاجه.
مع بعض واحدة بواحدة. هتمسك لوحدها دلوقتي. طبعا هي ممسكتش اكيد، يعني البي اتش بالسبعة دقيق جدا، فهنقدر نضيف سنة فاصل صغيرة جدا زي ما انتم شايفين، صغيرة جدا، لان البي اتش كده بالسبعة اكيد. ونبدأ نقلب كويس جدا. هنسيبها مع بعض هتمسك لوحدها. اهم حاجة يا جماعة بعد البي اتش ما توصل لسبعة ما نقلبش كتير جدا. بص يا جماعة بتمسك اهيت يا جماعة. هنصبر عليها شوية، مش هنحط لها أي حاجة خالص وهنسيبها. ورجعنا لكم يا جماعة بعد ما صبرنا عليها حوالي 5 دقايق فقط. هنيجي نشوف العجينة معانا يا جماعة. بص العجينة مسكت خالص اهي يا جماعة، زي ما انتم شايفين العصاية واقفة اهي، مسكت خلاص. أطبل عليها خالص اهي يا جماعة، أطبل عليها خالص اهيت. بصوا العجينة بتاعتنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. جيلي يا جماعة اهوت زي ما انتم شايفين، والله ما ضفنا لها أي حاجة لما وقفنا التصوير. كده عملنا 60 لتر عجينة ملابس بتكلفة بسيطة جدا للمحلات. طبعا لو عجبك الفيديو دوس اعجاب واشترك بالقناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد من الامل لتعليم صناعة المنظفات. وكان معكم اخوكم احمد الكومي. واهم حاجة لازم تعملوها انكم تدعوا لنا. العجينة زي ما انتم شايفين يا جماعة اهي، بخبط عليها هي يا جماعة، العجينة ما بتفصلش معايا، هي عجينة هي يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو اهو. سلام عليكم.